السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسله مطبخ مصطفى. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه من الوصفات البارده. غادي نقدم لكم ان شاء الله وصفه ديال التشيز كيك بالحامض. لتحضير هذه الوصفه كنحتاجوا المقادير التاليه. عندنا هنايا واحد العلبه ديال البسكويت 180 غرام، عندنا 85 غرام ديال الزبده غادي ندوبوها ان شاء الله. بالنسبه للكريمه ديال الجبن غادي نحتاجوا المقادير التاليه: 200 ملل ديال الكريمه سائله، عندنا 100 ملل ديال الحامض ليمون، 60 ملل ديال الماء بارد، 250 غرام ديال الحليب مركز، 250 غرام ديال الجبن فيلادلفيا ممكن تستعملوا اولا اي نوع جبن ابيض كريمي. عندنا هنايا ملعقه ديال الفانيليا، ملعقه كبيره ديال جيلاتين بودره، راه كتباع في الاسواق جيلاتين بودره. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه ديال الليمون غادي نحتاجو 120 ملل ديال الحليب المركز المحلى نيسلي. بالنسبه للكريمه ديال الحامض اللي غنعملو غنحتاجو هنايا 120 ملل ديال نيسلي حليب مركز المحلى، 50 ملل ديال الحامض عصير ديال الحامض، 30 ملل ديال الماء بارد، هنايا ملعقه صغيره ديال جيلاتين بودره غضراء، عندنا هنا ملون اصفر. دابا ندوزو الطريقه ديال بالنسبه للطريقه غادي ناخذ، انا عملت كيكس هنا لي ساشي ديال هادو اللي كيتشدوا، وغادي نحاول انني هانتوما كيفما كتشوفوا هنايا دوب الزبده. انا طحنت بسهوله البسكوي ديالي، ما كنحتاجش انني نطحنو في شي اله ولا شي حاجه. غادي ندوزو باش غادي نخلطو دابا البسكوي ديالنا. ها هو البسكوي ديالنا من بعد ما طحناه، دابا غادي نضيفو له الزبده اللي ذوبنا. غنحاولوا اننا ندخلو الزبده في البسكوي ديالنا. صافي حتى نشوفوا بان بدا كيتشكل. دابا غادي نجيبو مول ديالنا بحال هيدا، مول دائري ولا اللي كتبغيو، يعني بالاحسن مول بحال هذا اللي كيكونوا كيتحلوا خاصين ديال التشيز كيك هو احسنهم. نضغطوا عليها مزيان حتى تاخذ الشكل ديالها. دابا غادي ندخلوها للثلاجه مده واحد 4 ساعات بعد من نولي الكريمه ديال الجبن ديالنا بالحامض. دابا غادي ندوزو باش غادي نوريكم كيفاش غنخدموا جيلاتين مع الماء. اول حاجه نعملوا الجيلاتين ديالنا، غادي نضيفوا له الماء وغادي نخلطوهم بحال هكذا. غنخليوه حتى يشرب الجيلاتين الماء ديالنا كامل. ملي عيقته غادي ندوزو باش غادي نذوبوه. اول حاجه في اناء غادي نعملوا الجبن، غنحاولوا اننا نطربوه. غادي نطربوا الجبن ديالنا. غادي نضيفوا له النسلي، من بعد ما ضفنا النسلي على الجبن غادي نطربوها. دابا غادي نضيفوا الكريمه ديالنا حنايا كنطربوا، ما نوقفوش يدنا. ها هي الكريمه ديالنا كيف ما كتشوفوها كتكون ميمونطي ماشي طالعه بزاف، لان الجيلاتين غادي تزيد توقف. هانتوما كيف ما كتشوفوا الجيلاتين ديالنا من بعد ما كيرجع كتله كيشرب ديك الماء كامل. دابا غادي نعملوه في ميكرووند باش يذوب، اولا ممكن نعملوه فوق بان ماغي. ساعتي كنكملوا الخطوات ديالنا. ها هو الجيلاتين ديالنا من بعد ما داب، غادي نضيفوا له العصير ديال الحامض، غنضيفوا له فانيليا، غادي نخلطوا المكونات ديالنا كامله. غادي نجيبوا الكريمه ديالنا اللي طلبناها وغادي نبداو نضيفوا هذا الخليط ديال الجيلاتين مع العصير ديال الحامض مع فاني وحنايا كنطربوا. غادي نضيفوا وحنا كنطربوا. هانتوما كيفما كتشوفوا الكريمه ديال الجبن ديالنا كواجده. غادي نجبدوا المول ديالنا اللي عملنا فيه البسكوي وغادي نكبوه عليه. ها هي المول ديالنا من بعد ما جبدناه. غادي نخوي فيه الكريمه ديالنا
غادي نحاولوا اننا نعوضو. نحاولوا اننا نعوضوها بحال هكا. دابا غادي ندخلوها النبيره حتى كتجمد مزيان وكتقبط راسها واحد 3 ل 4 سوايع. ساعتك غادي ندوزو باش غادي نحضروا الكريمه ديال الحامض اللي غنعملوها فوق منه. الاحسن دائما اننا نغطيو الوجه ديالها باش ما كتقبطش اي ريحه ديال الثلاجه ولا شي حاجه. غادي نوجدوا الكريمه ديال الحامض اللي عندكم من الفوق. اول حاجه غادي نعملوا الجيلاتين ديالنا، غادي نضيفوا له الماء وغادي نخلط وغادي نخليه حتى غادي يشرب ديك الماء ديال الماء كامل ويتقل. ساعتك غادي ندوزو لخطوه اخرى. هانتوما كيف ما كتشوفوا الجيلاتين ديالنا من بعد ما كيرجع كتله كيشرب ديك الماء كامل. دابا غادي نعملوه في ميكرووند باش يذوب، اولا ممكن نعملوه فوق بان ماغي. ساعتك كنكملوا الخطوات ديالها. ها هو من بعد ما ذوبنا الجيلاتين ديالنا بالماء، ذوبناها في ميكرووند ولا فوق حمام مريم. دابا غادي نضيفوا لها العصير ديال الليمون، غادي نخلطو وغادي نضيفو نيسلي ديالنا حتى كيتجانسوا لنا المكونات كامله مزيان مع بعضها. غادي نحاولوا اننا نخلطو. غادي نضيفوا له شويه الملون اصفر حتى كنحصلوا على اللون اللي بغينا. غنبقاو نضيفوا في اللون حتى نحصلوا على اللون المرغوب اللي بغيتو نتوما حسب الاختيار ديالكم. ها هو التشيز كيك ديالنا من بعد ما دوزو واحد 3 سوايع حتى 4 في الثلاجه. من بعد حضرت انا هاد الكريمه هادي. ساعتي كنخويها فوق منه. خصنا ضروري تكون الكريمه ديال الجبن متماسكه باش نقدروا اننا نضيفوا له هذا. دابا غادي نحاولوا اننا نطلقوها على الوجه غير بشويه بحال هكذا. ها هي التشيز كيك ديالنا من بعد ما مثلت تبقى. دابا غادي ندخلها الثلاجه حتى كتماسك مزيان. ساعتي كنقدموها مزينه كيف ما بغيتو وبالصحه والراحه. طبعا ما كنساوش اننا نغطيوها مزيان. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في الصفحه ديالي عبر الفيسبوك او الموقع اللي هو عبر الانترنت، وتابوناو في لاشين ديالي في اليوتيوب. وكيف ما كتشوفوا الصور غادي توضح لكم الطريقه بالضبط كيفاش تشتركوا وتزوروا المواقع اللي هما باسم مطبخ مصطفى.